سوسن. غزال، لك انت شو جابك لهون؟ والله العظيم اذا بشوفك الدكتور عبد الهادي ليخبر عنك فورا. ايوه شوفني، شو يعني؟ لك الله يخليك، حمل حالك وروح بسرعة، أنا بعرف في أوامر يقتلوك أول ما يشوفوك. ايوه أنا زاد أعرف، كان هيك جاي أشوف شي قبل ما أموت. شو تموت؟ لا غزال، أنت ما لازم تموت أبدا، أنت أمثالك حرام يموتوا، أنت أكتر واحد لازم تعيش. عم تسمع؟ مرحبا دكتور. أهلا أهلا. لا تحركي من هين. حاضر حاضر. تعال فكر حالك. فكر حالك يا جن يا جاي. ما تريد تبطل وزنت الحرام؟ اتركني اسكت عنك. إذا ما متت أرجع لك عودين. شو؟ طمني، شو صار؟ ما بشي، أنا الحز رايح، وإذا ما متت أرجع أشوفك. بعيد الشر. الله يحميك يا رب. اهلا وسهلا. خير يا ابو نظمي؟ حضرتك قلت له للجنرال انك بتمتلك جثة الكولونيل جوستاف، بيقول لك ورجينا اياها لحتى نوقف ملاحقة ابنك وكنتك ورفقاتهم. بس بدي مهله لحتى امنها. بس انت قلت له انكم بتمتلكوها للجثة وحط لك شرط ووافقت. انا ما وافقت. شلون ما وافقت؟ نزلت راسك وما حكيت بعدها، يعني وافقت. شو يعني هلا؟ اذا ما بتعرف شيء عن الجثة شرف معنا. ماشي، راح اجيب طربوش وعكازتي. شرف معنا احسن ما اخذك اجباري. لك خلصنا، عامل لك بدك تجيب العكازه والطربوش. شرف معنا. سكر الباب بالاول بس لعلمك. راح روح وارجع مباشره، بس بدي اعتبر حالي رايح سيران معك. شرف. سيدي، غزال تشاجر مع الدكتور عبد الهادي داخل المشفى وقتله. وقبل أيام شنق العميل سمعه الذي يوصل لنا الأخبار. بذلك نكون قد فقدنا أهم مصادر معلوماتنا. يجب أن نصطاد أولئك المجرمين. معك حق سيدي، ولكن كل المطلوبين خارج الحارة حاليا. كابتن ألن، عليك أن تتصرف لوقف هذا الاستنزاف لقدراتنا. سيدي، الضغط على الحارة هو الحل الوحيد.
هلا هاد لابق، بس بدي اياك تجيب لي بكره خيطان من هنيك، كمان اظرف من هي بتجي. تكرم يا عمتي. الله يكرمك. وينو الطاووس؟ ما بده يجي قرب الواقعة؟ الله وكيلك يا عمي ابو النور، أنا ما عاد عرفت شيء من شيء. أنا رايح أجيبه بنفسي. ولا طاووس، ليش ما اجيت مع رفقاتك الوسخين لتعترف بالجريمة اللي ارتكبتها معهم؟ بتغافلوني وبتبصموني على مستندات رسمية من دون علمي؟ الله يوفقك ابو النور، تسامحني وتعذرني. وعلى شو بدي سامحك واعذرك؟ على وساختك ولا قذارتك؟ ليكن رفقاتك اعترفوا بكل شيء. يعني هلا معلومك انا هيك صاير لي وضع وعم بشتغل بالتجاره وبدي فوت على السياسه، ما حلو هيك قصص مو مزبوطه تكون بتاريخي بتطلع نقط سوداء. هيك لك قلت لي بدك تشتغل بالسياسه، بدك تعمل علي طاووس. اسمعوا لا، اذا ما بتجي هلا وبتقر بالشيء اللي عملته انت والوسخين رفقاتك بدي افضحك وجرجرك بالمحاكم. خليني استشير المحامي تبعي. أنا عندي محامي موجود، إذا بدك تحسمع رأيه. لا معلش، أنا ما بأمن غير للمحامي تبعي. هيك لك ماشي يا طاووس، نتقابل. ساك الواحد جاي بده يحاسبنا على شيء ما دخلنا فيه، شو دخلني أنا إذا بصموك؟ شو أنا اللي بصمتك؟ يعني أنا كنت حاسبها منيح، ولكن للأسف الظروف ما كانت مناسبة. حبيبي أنا كنت متوقعة إنه هي استثماراتك السياسية لابد بالأخير إنه توقعك بمشكلة. عفاف، طول عمري بحسبها صح. إيه بس هالمرة ما زبطت معك. على كل ما تزعل، إن شاء الله بس تطلع هيك بتعوضها يا رب. أكيد رح أعوضها. بالمناسبة مين ما سألك ليش موقوف عزمي بيك قولي له ما بعرف. إيه تكرم عينك، أكيد ما بحكي أنا، بس يعني اللي بيعرفوا مثل أبو زهدي وأبو النور بركي حكوا شو بدك تقول. هدول بيعرفوا كل شيء صحيح بس ما بيسترجوا يحكوا، وخصوصي أبو الحكم وأبو زهدي. إيه على خير إن شاء الله. نحن فينا نكتفي بإقرار هنائي وسعد وكريم. أنا بدي أرفع دعوة جزائية على الطاووس، خلاص. عمي يا أما بدنا نرفع دعوة على الجميع أو نغض النظر عن الكل. اسمع زعيم، إذا بدك تشتكي علينا نحن منبطل نعترف، عم حاكيك. ماشي أستاذ، طاووس حسابه لبعدين. معناها الإقرار جاهز يا جماعة، تفضلوا وقعوا وابصموا. ايوه والله كبرتي يا باذنجانه ودندل وجراسك، شويه اصول. قوم بصوم، قوم. ما بعرف وفاء، بعرف بصوم. ايه عم يقول لك بصوم، عم يقول لك بصوم. تفضل استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله.
عم بطلب منك طلب ودي وسلمي. اصحاب الضابط والجندي القناص من حارة البروكار، وترك الناس تعيش حياتها الطبيعية. سيد أبو مزيد، أنت من سكان جبل العرب، لماذا تتدخل بشأن شامي بحت؟ شو عم تحكي أنت يا جنرال؟ نحن كلنا سوريين. ممكن الحلبي يتدخل بشؤون الشامي، واللذقاني يتدخل بشؤون الجزراوي. شو انت جاي تفرقنا عن بعضنا وتقسمنا على كيفك؟ لقد كنتم تريدون دولة لكم، ولدمشق دولة، وحلب دولة، والساحل دولة. هل فقدت ذاكرتك؟ هذا التقسيم موجود بعقلكم انتو بس، وهو شغلكم الشاغل اللي نحن فشلناه. نحن ذاكرتنا صاحية منيح يا جنرال، ولكن يبدو غيرنا اللي فقد ذاكرته. قبل أقل من 10 سنوات توحدت دولة دمشق مع حلب، صح؟ عم تضحكني يا جنرال. وبعد أن توحدت دمشق مع حلب وأصبحتا دولة واحدة، توحدت هذه الدولة مع دولة جبل العرب ودولة جبال الساحل، يعني 3 دول، واتخذتم لكم علما بنجمات 3. انت عم تقصد علم الانتداب اللي انتو صممتوه. فعلا ضحكتني يا جنرال. قسمتونا وعم تدعوا انكم عم بتوحدونا. سوريا عمرها ما تقسمت ولا راح تتقسم، وبحب ذكرك انه سوريا جزء من بلاد الشام. سيد أبو مزيد، أريدك أن تجيب على سؤالي: هل أنتم السوريين على رأي واحد؟ بالتأكيد كلنا على رأي واحد بخصوص ثوابتنا الوطنية، وكلنا متفقين انه نخرج المستعمر من أرضنا ونحرر بلدنا. أما أنك تعتبر في طوائف وأديان وأقليات، هذا نحن بنسميه تنوع وبنعتز ونفتخر فيه. ما بحياته فرقنا ولا راح يفرقنا أبداً. شرفتنا يا اهلا وسهلا. لا تاكل هم شيء، بتلاقي الامور كلها ظابطه. الله مع اهلين بالست النادي. قوم اطلع لبرا ولا المكتب كله ما لابق لك. عم تقلعيني من مكتبي؟ منك من سرقة الملهى ولا المكتب؟ بفكرك انا رح اسكت لك؟ ليكي يا عم نادر، أنا بحبكن ولحم كتافي من خيركن، وأنا ما بخون الخبز والملح، وأنتم معلميني. اتعلم العصي بجنابك إلهي يا حي بسبع روس. دايسة بساطي وعم تهينيني؟ واطلع لبرا ولا هذا المكتب مكتبي. ماشي، رح اطلع لبرا واقفل عليك الباب، ما رح افتحه لحتى تطلع الروح شيتك. ان شاء الله بتطلع روحك إلهي، انا اللي بدي اطلع روحك. اطلعي احسن لك. طالعة بس رجعت لك. شو هالجنان هذا؟ على المكتبة قال